لو انت من الناس اللي بتاكل بكميات صغيرة بس بتزيد في الحجم بسرعة، او لو جربت تعمل دايت بس لقيت الموضوع صعب ومش عارف تنزل في الوزن، يبقى لازم تتفرج على الفيديو ده، علشان هعرفك فيه على خطوات سهلة وبسيطة هتخليك تنزل في الوزن بسرعة، وكمان هتزود معدل حرق الدهون اللي في جسمك بشكل رهيب جدا. خليكم معانا. في الأول تعالوا نعرف مع بعض هي ايه أصلا العوامل اللي بتتحكم في معدل الحرق، وهما باختصار 6 عوامل: الجينات، والسن والوزن، والتمرين والدايت، واللايف ستايل أو نظام يومك وحياتك عموما. ولما نيجي نبص على العوامل دي هنلاقي إن في عاملين مش هنعرف نتحكم فيهم، وهما الجينات والسن. فدلوقتي هقولك على 8 طرق فعالة جدا تقدر تتحكم بيها في باقي العوامل علشان تزود من معدل الحرق وتوصل لنتائج رهيبة إن شاء الله. وأول طريقة إنك تزود من كمية البروتين في الأكل بتاعك، علشان في حاجة اسمها thermal effect of food، ودي بكل بساطة عبارة عن كمية السعرات الحرارية اللي جسمك بيستخدمها علشان يهضم نوع معين من الأكل. فلما جسمك بيهضم البروتين، معدل الحرق بيزيد بنسبة من 15 ل 30%، على عكس الكربوهيدرات اللي بتزود معدل الحرق بنسبة من 5 ل 10% بس، أما الدهون من 0 ل 3%. فتقريبا لو كلت كمية بروتين كبيرة في اليوم ممكن تحرق حوالي من 100 ل 200 كالوري زيادة عن معدل الحرق الطبيعي بتاعك. وكمان في فايدة تانية مهمة جدا البروتين، وهي انه بيزود من الاحساس بالشبع عندك. فكل ما زودت من كمية البروتين كل ما هتحس اكتر بالشبع، فبالتالي هتاكل بكميات اقل ومش هتحس بصعوبة الدايت اللي انت عامله. تاني طريقة هتزود من معدل الحرق عندك انك تلعب كارديو بس بنظام مختلف شوية، وهو نظام ال HIIT أو ال High Intensity Interval Training. والنظام ده بكل بساطة هو عبارة عن إنك بتعمل أي نوع من التمارين زي الجري أو نط الحبل بشدة وسرعة كبيرة على فترات متقطعة. يعني مثلا بتجري سبرنت لمدة 30 ثانية وبعد كده بتجري بالراحة خالص لمدة 30 ثانية، كده يبقى أنت خلصت مجموعة في دقيقة واحدة. وهتكرر الموضوع ده 10 مرات ورا بعض، يبقى أنت كده عملت 10 مجاميع في 10 دقايق. والنظام ده هيخليك تحرق من 200 ل 300 سعر حراري، ودي نفس السعرات الحرارية اللي هتحرقها لو لعبت تمرينة الكارديو العادية بتاعتك في تلت أو نص ساعة. والفكرة في النظام ده إنه بيخليك تستخدم أكسجين بكمية كبيرة، علشان أنت بتعمل تمرين بشدة كبيرة في فترة صغيرة. وكمان الفايدة التانية إنه بيخليك تحرق سعرات حرارية بعد التمرين مش وقت التمرين بس، فبيخليك تحرق سعرات حرارية بتوصل ل 36 ساعة بعد التمرين. فحاول تجرب الطريقة دي علشان هتفرق معاك بشكل كبير. تالت طريقة إنك تزود من الحجم العضلي بتاعك، علشان كل باوند من العضلات بيحرق حوالي 13 كالوري، أما كل باوند من الدهون بيحرق من 2 ل 3 كالوري. فمعنى كده إنك كل ما زودت من الحجم العضلي بتاعك كل ما معدل الحرق هيزيد. ومش بس كده، انت كمان كل ما قللت نسبة الدهون وزودت من الحجم العضلي كل ما جسمك يقدر يحرق سعرات حرارية اكتر في وقت الراحة. وعلشان تزود من الحجم العضلي بتاعك لازم تعمل تمارين بمقاومة واوزان. يعني مش زي ما كل الناس فاكرة انك لازم تعمل تمارين كارديو بس علشان تخس، بس اللي انت لازم تعرفه انك الاحسن تعمل تمارين بمقاومة واوزان علشان تزود من الحجم العضلي، وبالتالي جسمك هيحرق سعرات حرارية بشكل اكبر خلال اليوم. رابع طريقة انك لما تيجي تعمل دايت ما ينفعش تقلل من السعرات الحرارية اللي بتاخدها بشكل كبير. يعني مثلا ما ينفعش تعتمد على الفاكهة بس في الدايت بتاعك وتقول انا عامل دايت الفاكهة، او تفطر زبادي وتاكل قطعة بروتين صغيرة في الغداء وتتعشى بثمرة فاكهة. لازم تعرف ان جسمك ده ذكي، فهو بيكون عارف انك بتدخله سعرات حرارية قليلة جدا، فبالتالي هيقلل معدل الحرق علشان يقدر يحافظ على السعرات الحرارية اللي انت مديهاله. ومش بس كده، انت كده كمان هتحرم نفسك من عناصر غذائية أساسية جسمك محتاجها. فجسمك بيحتاج حوالي 50% كربوهيدرات و40% بروتين و10% دهون صحية، فانت لازم تدخل النسب دي في نظامك علشان تحافظ على صحتك. فمش عايز حد يضحك عليك ويقولك تعمل نظام فيه سعرات قليلة جدا وتفرح بأول أسبوع أو أسبوعين وتلاقي وزنك نزل، بس بعد كده مش هتعرف تكمل للآخر وهتلاقي وزنك فضل ثابت. فعايزك لما تعمل دايت تدخل جسمك سعرات حرارية أقل من احتياجه بحوالي 500 سعر حراري،
ولو عملت كده هتقدر تخس من نص كيلو لكيلو في الأسبوع الواحد، ودي النسبة الطبيعية اللي انت مفروض تخسها في الأسبوع الواحد. خامس طريقة هي شرب القهوة. فهنلاقي إن في دراسات كتير اتعملت أثبتت إن مادة الكافيين اللي في القهوة بتزود من معدل الحرق من 3 ل 11%. علشان كده هتلاقي معظم أدوية حرق الدهون بيخش فيها مادة الكافيين بشكل أساسي. وكمان الكافيين هيخليك تركز بشكل أكبر في التمرين، وبالتالي هتقدر تعمل مجهود أزيد، فهتحرق سعرات حرارية بشكل أكبر. بس مش معنى كده إنك تعتمد على القهوة وما تهتمش بالدايت بتاعك. فالدايت ده أول حاجة لازم تهتم بيها، وبعد كده القهوة دي بتبقى عامل زي باقي العوامل اللي بقولها في الفيديو، اللي هتقدر تساعدك تحرق سعرات حرارية بشكل أكبر خلال اليوم. سادس طريقة هي اللايف ستايل أو نظام حياتك عموما. فعايزك تعمل مجهود وتتحرك أكتر خلال اليوم. فأنت مثلا لو نظام شغلك أو مذاكرتك بيخليك تقعد كتير على المكتب، حاول كل ساعة تظبط المنبه بتاعك علشان تقوم وتعمل أي مجهود. فممكن تتمشى في الشقة أو تعمل استرتشات بسيطة لجسمك، أو تعمل أي تمرين بسيط زي الضغط أو البطن لمدة 5 دقايق بس، وبعدين كمل شغلك تاني. ومثلا لو انت بتستخدم الأسانسير بشكل كبير، حاول تستخدم السلم، وهتلاقي بعد كده الموضوع بقى سهل وبسيط بالنسبة لك. ولو انت متعود تركب مواصلات أو تستخدم العربية بتاعتك، حاول تشوف المشاوير القريبة منك وتروحها مشي. وصدقني الحاجات البسيطة دي لو عملتها هتلاقي إن وزنك بدأ يقل أسرع من الأول. سابع طريقة إنك تزود من كمية شرب المية. علشان لو كانت كمية المية اللي بتشربها قليلة وجسمك حس بالجفاف، معدل الحرق هيقل في جسمك. وفي حاجات ممكن تعملها علشان تفتكر تشرب كمية مية كبيرة خلال اليوم. فعايزك تشرب كوباية مية أول ما تصحى من النوم وقبل كل وجبة تاكلها. وتاني حاجة تعملها لو هتقعد فترة كبيرة في مكان، لازم تخلي معاك إزازة مية جنبك، علشان إزازة المية دي هي اللي هتفكرك إنك تشرب طول ما أنت قاعد. وبرضه لازم تهتم بكمية الفاكهة والخضروات اللي بتاكلها، علشان معظم تكوينهم بيكون من المية. يعني مثلا التفاحة الواحدة 86% منها عبارة عن مية. بس خلي بالك، عايزك تبعد عن المشروبات الصناعية علشان فيها سكريات كتير. وحتى العصير الطبيعي مش هيبقى مفيد ليك، علشان لما انت بتحول الفاكهة لعصير بتفقدها كل الألياف اللي فيها، وهتعلي برضه من مستوى السكر عندك. وتامن وآخر طريقة إنك تظبط نومك. فلو انت زي كتير من الناس مش عارف تظبط مواعيد نومك علشان الشغل أو المذاكرة أو البيت، للأسف الموضوع ده ممكن يسبب لك مشكلة كبيرة جدا. فهو ممكن يقلل معدل الحرق عندك نتيجة تغيير الهرمونات في جسمك بسبب قلة النوم، ويعمل لك زيادة في الوزن. وفي النهاية لازم تعرف إنك المسؤول عن معدل الحرق بتاعك. ما ترميش اللوم على سنك أو جيناتك، علشان في عوامل تانية كتير تقدر تتحكم فيها زي اللي قلناها النهاردة، اللي لو طبقتها فعلا هتزود من معدل الحرق عندك بشكل رهيب، وتوصل للجسم اللي نفسك فيه إن شاء الله. أنا كده خلصت. يا رب يكون كل واحد فيكم استفاد من الفيديو وطلع بمعلومة جديدة. ولو انت حابب تعرف معلومات أكتر عن التغذية وتحسن من صحتك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. ولو لسه في أي حد عنده استفسار أو عايز نتكلم عن موضوع معين، يكتب في الكومنتات وأنا هرد على كل الناس إن شاء الله. كان معاكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس. شكرا ليكم.